سنة 1954 اتولد محمود، الابن العاشر للحاج إبراهيم الخطيب موظف الأوقاف. وكان جه خلاص الوقت إن الأسرة كلها تنتقل للقاهرة. وفي حي عين شمس بدأ محمود يدور على كل مكان واسع ينفع يلعب فيه كورة، لأنها في الوقت ده كانت خدت كل وقته وتفكيره، خصوصا بعد ما شاف بيليه واتعلق بيه وبالرقم 10 اللي هيفضل ملازمه طول رحلته. وفي عمر 15 سنة بدأ يلعب محمود في نادي النصر. وفي يوم كان في مباراة بين نادي النصر والنادي الأهلي، سجل فيها محمود هدفين لنادي النصر، ومن هنا قرر الأهلي إنه يضمه ليه. وسنة 71 وفي عمر 16 سنة كانت بداية رحلة بيبو مع الأهلي. وفي موسم 72 قدر بيبو يسجل 4 أهداف من ضمن 7 أهداف سجلهم الأهلي في مباراته ضد الزمالك، وبكده بقى هداف البطولة تحت 17 سنة. وفي موسم 74 كان خلاص بيبو بقى المهاجم الأساسي للفريق بعد تسجيل 22 هدف في نفس الموسم، وتكرر ده تاني سنة 75 ب14 هدف. وكان بيبو السبب إن الأهلي يستمر في الهيمنة على البطولة لحد سنة 77. خلال 16 سنة مع الأهلي فاز الخطيب ب10 ألقاب للدوري و5 كؤوس مصرية. مش بس كده، بيبو حقق في المسابقات القارية رقم قياسي لسه محدش وصله لحد النهاردة، 37 هدف في 49 مباراة. وكمان شرفنا قدام العالم بره لما شارك مع المنتخب سنة 74، وكمان هدفه في مباراة مصر وكوستاريكا في نسخة لوس أنجلوس، واللي كان بطاقة عبور للدور التاني لأول مرة من وقت طوكيو 64. كان حلمه دايما إنه يفوز بكاس أفريقيا في بلده، وفي سنة 86 اتحقق الحلم ده وفاز فريقه بالبطولة. وساعتها قرر ينهي مسيرته الدولية، وبعدها بسنتين اعتزل بيبو. طول مسيرته كان معروف بأخلاقه وحبه لزمايله وللأهلي. وفي ديسمبر 2017 تم انتخابه رئيس للنادي الأهلي بعد حصوله على 20,956 صوت. وبعد كل السنين دي مع الأهلي لسه لحد النهاردة علاقة الحب بين بيبو والأهلي مكملة.